انمي ابطال الكرة هو انمي اسطوري بكل معنى الكلمة، ومفيش جدال في الموضوع دوت من حيث طبعا انميات الرياضية او انميات كرة القدم في التاريخ يعني. طيب في الفيديو دوت هقول لكم او هكلمكم عن افضل او اهم اللحظات اللي اثرت فيا عموما يعني، او اللي انا شايفها من وجهة نظري افضل اللحظات في انمي ابطال الكرة الموسم الاول والتاني والتالت لغاية دور كأس العالم، يعني عامر والشلة بتاعته كده يعني. فبدون اطالة خلينا نخش على طول في الفيديو مع بعض. من اول حلقة وانت بتبتدي فيها في الانمي وهي مليانة اصلا بلحظات اسطورية، من اول دخول فريق النجوم الدخول الخرافي، وبعد كده انضمام زين بعد ما رامي رمى التيشيرت وزين التقطه، وبعد كده استخدام عامر للكف الذهبية لأول مرة في الانمي كله، ولما جرى زين كده قدام وحدف له الكورة عامر ليحرز زين هدف اسطوري بإعصار النار لأول مرة، التسديدة اللي أبهرت الجميع، ومن بعدها انسحاب فريق النجوم. ومن بعد الهدف دوت كان هو الشرارة اللي ابتدى بيها فريق النسور مشواره نحو البطولات. كميل أو كحيل وكرهه لكرة القدم ما ننساهوش طبعا، والفريق النسور بالتحديد، لدرجة إنه حاول يدمرهم في أكتر من مرة. من أول محاولة حاول يوقع عواميد الملعب على الفريق في النهائي البطولة الحدودية، لكن الفريق نجا بسبب تنبيه سيد ليهم. ولا ننسى المشهد الخرافي الذي بكى فيه كميل من بعد ما أعاد له سلام حب كرة القدم من جديد، بعد أن استخدم أسلوب والده في اللعب، لينتهي المشهد ببكاء كميل وندمه على أفعاله وعودة عقله، وبعد ذلك الحادث المؤلم اللي تعرض له كميل نتيجة لتدبير جارشيلد ليه، لينتهي الموسم الأول مع كميل نهاية مأساوية ومروعة. وفي الحلقة دي برضو شوفنا سيد لما خلع النضارات، وأول مرة نشوفه بدون نضارات ونشوف عينيه، ودي كانت المرة الأولى والأخيرة في تاريخ الأنمي كله. المشهد المؤثر لزين بعد طرده من الفريق من قبل المدربة رجاء، والعودة الأسطورية بعد ذلك ضد فريق إبشرو لينقذهم من الموقف أو المأزق اللي كانوا فيه، ويسحق الفريق لوحده بمشهد لا ينسى على الإطلاق. مشهد انضمام أنس لفريق النسور كان من المشاهد الأسطورية أيضا. بصراحة معظم المشاهد الأسطورية هتلاقوها في أرك كلية زيريا. والمشهد الأخير من المباراة النهائية ضد فريق الزلزال، لما حاولت لاعبة فريق الزلزال إن هي تحطم والدها بالتبني طبعا بعد أن هزموا، لكن طارق بيتصدى للتسديدة، واستخدام فريق النسور لمهارة إرث الساحقة اللي كانت بتستخدم قوة ال11 لعيبة لتنتهي المباراة بهدف ولا أروع بعد محاولة إيقاف التسديدة من قبل طارق والفتاة اللي احنا اتكلمنا عنها. ما ننساش مشاهد مثابرة عامر وعدم استسلامه ضد فريق العواصف اللي أبهر أنس وخوفه منه في نفس الوقت، وانتصار النسور بالبطولة الأقوى ليهم. مشهد إحباط منصور بعد مواجهته لفريق زيريا وتحوله لشخصية شريرة باحثا عن القوة فقط، مما اضطر عامر لاستخدام الكف الذهبية للتصدي لركلته القوية التي استطاع عن طريقها إنه يعيد أعضاء فريق النسور لعقولهم مرة أخرى في مشهد درامي ولا أروع. المشهد المفضل بالنسبة لي هو مشهد عودة جهاد لذاته والاتحاد مع شخصية أخوه أسامة ليكون شخصية مستقلة فريدة بنوعها. طبعا الكلام ده كان في المباراة النهائية برضو بتاعة الزلزال، بعد أن عانى جهاد الكثير من الآلام بعد مفارقة أخوه وأسرته للحياة أمام عينيه. وأخيرا المشهد المنتصر، عامر وجده مهران أخيرا يلتقيان، ولا ننسى بكاء عامر عندما رآه وأدرك أنه جده اللي ظل حياته كلها يظن أنه قد توفى من قبل ما يتولد. مشهد إحباط عامر بعد أن ترك منصور وزين وأصدقائه الفريق، وشوفنا قد إيه كان عامر فاقد الشغف إلى أن أتقن نديم مهارته اللي كان بيحاول يتدرب عليها، مما أعاد لعامر الأمل مرة أخرى وشغفه لكرة القدم من جديد.
المباراة الأولى اللي شاهدها عامر لما كان لسه منضم لكأس العالم وما كانش يعرف لسه قائد الفريق الأمريكي ولا قائد الفريق الإنجليزي ولا قائد الفريق الأرجنتيني ولا الإيطالي ولا أي حد. طبعا سلام عرفوا عليهم اللي هو قائد الفريق الإيطالي بعد ما اتقابلوا، وبعد كده عامر شاهد مباراة اللي هي كانت ما بين سلام وقائد الفريق الأرجنتيني والمهاجمين بتوع فريق أمريكا، وكانت مباراة ولا أروع طبعا لغاية ما كوثر جت قطعت عليهم المشهد الجميل دوت عشان كان عامر متأخر عن المقابلة مع الفريق الإنجليزي. من المشاهد الجميلة برضو وهي لحظة خروج مجد بعد أن خاض مباراة ولا أروع، وكان بيخوض المباراة وكأنها آخر مباراة ليه في حياته بعد طبعا ما عرف إنه هو مضطر يعمل عملية واحتمال كبير يبطل كرة القدم، وعامر والصدمة اللي كان فيها. وكانت مباراة فعلا بتلعب على المشاعر بشكل كبير، وكانت من أفضل المباريات في تاريخ أنمي أبطال الكرة. لحظة لما أبو زين حضر المباراة بعد ما كان زين خلاص ناوي يسيب الفريق، لكن أبوه حضر ومقدرش يقاوم برضو إن ابنه بيحب كرة القدم، وأبوه نفسه كان بيحب كرة القدم، لكن لولا المشاكل اللي حصلت طبعا بدون دخول في تفاصيل في الآخر يعني استسلم للأمر الواقع وشاف ابنه قد إيه مثابر وبيحب كرة القدم وراح شجعه حضر المباراة. زين انبسط جدا وأطلق العنان لخياله في المباراة ديت، وقدم مباراة من أفضل المباريات في تاريخه على الإطلاق. أهم مشهد وآخر مشهد في الأنمي كله هو لحظة انتصار فريق النسور طبعا ببطولة كأس العالم بعد أن تواجه عامر ورفاقه مع جده وجها لوجه، هو وتلميذه تيسير اللي كان بيتشابه مع عامر بشكل كبير في المهارات والأسلوب، ليخوضوا مباراة ولا أروع طبعا. وينتهي مسيرة عامر وأصدقائه قبل العودة بعد أكتر من 10 سنين للملاعب والأنمي مرة أخرى في جزئية أريس وورير. طبعا قصدي على كلاعب مش تدريب، لأن عامر كان بيدرب في جزء الفرسان. من المشاهد برضو الظريفة واللطيفة اللي عمرنا ما هننساها وهو في أول حلقة خالص لما عامر كان بيلف على الناس في كل مكان عشان يحاول يضم أي حد للفريق لغاية ما قابل رامي. كان مشهد بجد جميل جدا ومبهج وكان بيضحك كده. وبس كده، دي أهم اللحظات بالنسبة لي. لو في لحظات تانية ما ذكرتهاش قولوا لي رأيكم وقولوا لي إيه ترتيبكم أنتم للحظات وإيه أهم اللحظات اللي أنتم شايفينها في الأنمي عموما، مش شرط الجزء الأول. وأتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.